أغلبية مش عارفين معناها، فسروا فيها على غلط. شنو هي في الآية 23 حتى كان الواحد يقراها تقول قال تعالى إن هذا أخي، على ديني، على مسلم، إن هذا على ديني له 99 نعجة، أخي له 99 نعجة وهو له نعجة واحدة، فقال أكفلني إياها، أعطيها لي، وعزني في الخطاب، غلبني في الحديث وفي الإقناع فأخذها مني. كان هو واخذ 100 نعجة وأنا ما عندي شيء. هل المقصود بالنعجة هي الأغنام أو النساء